الخير مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة ويا مسهرني. عايزة أقول إن إحنا النهاردة معانا فنانة جمالها مش بس من بره، لا جمالها كمان من جوه. فنانة جمعت ما بين الرشاقة والبساطة والأنوثة في ملامحها الشرقية الجميلة جدا، لفتت النظر ليها من أول طلة، وقدرت مع كل عمل تقدمه تطور من موهبتها، بداية مع الأستاذ شاهين فهي فوضى لحد سامي أكسيد الكربون مع الرائع هاني رمزي اللي باين خفة دمها. كشفت لنا عن شخصيتها الثورجية. ضيفتي هي من تونس الخضراء، أرض الجمال وأرض الشاعر الكبير أبو القاسم الشابي، اللي أبيات شعره كانت شعار الثورة العربية في 2011. رحبوا معايا بنجمتنا اللي منورانا النهاردة. تفتكروا مين؟ صح، درة. لو حد ما فيهوش غلطة الحد ده هو انت، وازاي بجد انا افكر اشبه حد من الناس دي. ازيك يا درة وعاملة ايه؟ ومنوراني بجد، وكان نفسي اعمل لقاء معاكي ده برضو من زمان جدا. ميرسي، وانا دايما ببقى مبسوطه جدا لما بشوفك، ويعني من اكتر الناس اللي انا ببقى مرتاحه اعمل لقاء معاهم. ميرسي على التقديمه الحلوه دي. درة، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب له القدر. الجملة دي كنت متخيلة في يوم من الأيام إنها بالفعل ممكن تتحقق أو تحصل؟ يعني الجملة دي طبعا البيت الشعر من شعر العظيم الشاعر أبو القاسم الشابي. احنا كنا بنغنيها في المدرسة كل يوم في النشيد الوطني التونسي. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. كنا واحنا صغيرين قوي مش فاهمين قوي المعنى، معنى الشعر ده، لأنه معناه كبير جدا. وبعدين فهمناه وحلم كان بالنسبة لنا انه فعلا هو قال ده. يمكن كان وقت الاستعمار الفرنسي، وقت ثورة الشعب التونسي او مقاومته للاحتلال والاستقلال. من ساعتها ما حصلش ثورات حقيقية في بلدنا. بس الفترة الأخيرة كنا حاسين انه فعلا الوضع زاد عن حده، وان احنا محتاجين نعمل ده. وكان ده انسب بيت اللي هو في بالنسبة لكل تونسي هو في قلبه وفي عقله وحافظه. فكانت الكلمة دي معبرة جدا، وكانت شعار الثورة التونسية يعني. وبعد كده الثورات العربية برضه طبعا. النهارده يعني تونس كانت هي بداية الثورة، وبعد كده طبعا يليها مصر، وبعد كده الوطن العربي كله. حاسه النهارده بايه بعد الثوره دي؟ حاسه ان فعلا اللي انتوا كنتوا عايزينه هيحصل، وفعلا تونس هتتغير وهتبقى في حته تانية؟ الحياه رجعت لكم مره تانية؟
طبعا يعني هي الروح رجعت والحياة رجعت ساعة الثورة. كان في حاجات مؤثرة جدا، ان احنا فعلا كان زي الحلم، يعني مش متخيلين انه هيتحقق بالشكل ده. طبعا في قلق دلوقتي، في توتر، في يعني الواحد من كتر ما الحاجة حلوة وجديدة وعظيمة وراح فيها طبعا كان في خسائر وراح شهداء، يعني دي أهم حاجة. فكل ده مش عايزينه يضيع، فاللي جاي أصعب. يعني دايما أنا بحس إنه اللي قادم واللي جاي أصعب، سواء لتونس أو لمصر، اللي هم التجربتين اللي نجحوا أكتر كثورات، واللي هم اللي بدأوا، والبلدين يمكن اللي أنا عشت فيهم الثورتين أكتر. تونس بلدك ومصر بلدك الثانية. فبنقول طبعا البلاد الثانية ربنا يستر. يعني اللي حاصل في ليبيا طبعا يعني عامل لنا قلق جدا. اللي حاصل في سوريا كمان يعني يمكن احنا ربنا سترنا اكتر. هو انا متهيألي النقطه اللي كانت فارقه لو هنتكلم في السياسه هو الجيش، سواء في تونس او في مصر، اللي كان مع الشعب، ما يعني رفض ان هو يضرب رصاص على الشعب وعلى المتظاهرين. فده خلى النظام خلاص ما فيش قدامه غير انه يمشي وينسحب، وكمان قدام اصرار الشعوب نفسها، وانه كان لازم يستسلم. العامل ده مهم جدا، ان الجيش برضو منقسم في ليبيا، والوضع كمان مختلف هناك، القبائل والعشائر يعني الحياة نفسها. يمكن السيستم النظام السياسي التونسي والمصري كانوا شبه بعض جدا، عشان كده الثورات والشعوب نفسها قريبة قوي من بعض كطبيعة شعوب يعني. فعشان كده الثورات حصلت، الثورتين كانوا يعني متشابهين في حاجات كتير قوي. يعني لما حصل في تونس وبعدين حصل في مصر كان نفس الأحداث، حتى هتلاقي 3 خطابات، أول خطاب، تاني خطاب، ثالث خطاب، بيمشي بعدين على طول يعني. لا، وبعدين أنا في حاجة كمان كانت يعني، وثورة تونس موجودة وبنتفرج عليها في القنوات الإخبارية، ما كناش مصدقين ان ده بيحصل، او ده اصلا ممكن يحصل. يعني احنا كمان كجيل مش مصدقين ان فعلا ممكن شعب يعمل كده. احنا مش مصدقين، والاجيال كلها مش مصدقه ان جيلنا الشباب يعني اللي هم بالنسبه لهم كانوا شايفينه هايف ومش بتاع يعني مزبوط. قدر هو اللي يغير. وكان طبعا مؤثر جدا الراجل اللي قال لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه، لان هي فعلا لحظه تاريخيه. وحتى اللي كبروا في السن مش متخيلين انه يشوفوا ده من شباب الفيسبوك وشباب الانترنت وشباب يعني. فكان في شجاعه رهيبه يعني، انه الشعب كله كان ايد واحده. وده يمكن اللي ساعدنا على فكرة. كل ما اتحدنا أكتر وكنا صح. كلمة واحدة وإيد واحدة كنا أقوى. فهم كمان يمكن أنا شايفة أنه طبعا قوة الشعب وغباء الأنظمة، أن هم ما عرفوش رد فعلهم دايما كان متأخر، بطيء، غلط، قرارات مش يعني الإصلاحات بتيجي دايما متأخر، وما بيستفيدوش من خبرات بعض ومن تجارب بعض. يعني دي الغريبة. يعني لما حصل في تونس كان هنا في مصر ابتدى يحصل يعني أنا حتى ناس كتير كانت تقول لي أنتم السابقون ونحن اللاحقون. على الفيسبوك والإنترنت ابتدى يبقى فيه حركة 25 يناير، ابتدى يبقى فيه حاجات والنظام ولا هو دريان. مش وحتى وقالوا لا مش هيحصل زي تونس. لما حصل في ليبيا قالوا لا احنا مش تونس ومصر. لما حصل في سوريا يعني كل مرة يقولوا كل واحد كان حاسس ان مش هيحصل له ده. كل واحد حاسس انه مش هيحصل له، لان هم خدوا ثقه من كتر السنين اللي قعدوها في الحكم والغرور اللي بقوا فيه. خدوا ثقه زياده عن اللزوم وتعودوا على قمع الثورات اللي بتحصل او اي مظاهرات او اي حاجه. فبنلم الدنيا ده ما بقاش ينفع دلوقتي. كمان التكنولوجي والفضائيات والموبايل اللي بيصور وبيتحط على النت كل حاجه مفضوحه وكل حاجه موجوده. هم كانوا زمان بيعملوا اكتر من كده، بس كان يعني في المستخبي ما كناش بنشوف ده، فما كناش بنشوف بالطريقه دي. دلوقتي خلاص بقى مفضوح، فلما اتفضحوا كلهم خلاص وقعوا يعني. بس انا طبعا اكيد يعني حسيت بفخر لما حصل في تونس كتونسية بقى. طبعا كتونسية حسيت بفخر كبير جدا جدا كتونسية. وزي ما بيقولوا ايه الليدر في الثورات دي كلها، يعني ان بلدنا تكون الليدر في الثورات دي كلها، الشعلة اللي بدأت وبصراحة يعني برضو احساسك يعني ببلدك وانت بتشوفي الاعلام. انا كان نفسي طبعا اشارك اكتر بشكل فعال اكتر في الثورة. كنت موجودة؟ كنت فين وقت ثورة انا كنت موجودة هنا
وقت ثوره تونس كنت وقت ثورة هنا؟ تونس كنت هنا عشان عندي شغل وكده، بس كنت طبعا متابعه لحظه طبعاً. بلحظه، يعني طول الوقت على التلفزيون والانترنت، ومش كنتش قادره اعمل حاجه غير ان انا متابعه ومستنيه اللحظه اللي وكان هروح فيها عندك تونس. اهلك كانوا هناك اهلي كانوا او هناك، قرايبك كانوا هناك؟ كلهم هناك، وبطمن عليهم طول الوقت. وبعد كده بعد التنحي برضو او هروبه يعني حصل برضو، يعني ما كانش فيه استقرار خالص، والوضع طبعاً. كان صعب جدا، وكان فيه لجان شعبيه اتكونت، وكانوا اخواتي واهلي كلهم فيها، وضرب النار اللي بيسمعوه والقناصه اللي كانوا موجودين، يعني كان في جو غريب وصعب جدا، وانتي دورة قاعده كنت مصدقه ان ده قلقانه بيحصل جدا. لك وبيحصل لاهلك، ويعني ساعات بتسمعي ده في بلاد تانية بس ما بتصدقيش ان ده ممكن يحصل لك انت شخصيا او لحد قريب قوي منك. طبعا اكيد، لان احنا يعني ما عشناش ده، ومش متوقعين انه فجاه يجي يعني بالشكل ده. انا حتى كان عيد ميلادي 13 يناير، فطبعا ما احتفلتش بيه، كنت مكتئبه وقاعده متابعه الاحداث. وتاني يوم 14 يناير كان يوم يعني زي الحلم، انا بتفرج على التلفزيون، ايه ده، الشعب كله خرج في الشارع، اللي هو تنحي الرئيس المخلوع وسفره وكده هروبه، فكانت يعني لحظه تاريخيه طبعا. فاحنا من كتر ما الحاجات دي كبيره خايفين عليها، فتحسي ان انت يعني دلوقتي خايفه اللي مش عايزاها جاي. تروح حاضر. احنا مش عايزينها تروح حاضر بقى، يعني عايزين اللي جاي فعلا يبقى احسن من كده، وفعلا نتطور ونعرف نعمل استقرار، ونعرف نعمل انظمه ديمقراطيه حقيقيه، ونعمل عداله اجتماعيه، ونعمل الحاجات اللي احنا عايزينها، مش نرجع تاني ورا. لورا، صح. بيصعب عليكي. بيصعب عليكي جدا، وفي حاجات حصلت طبعا في قلق، يعني مش هنقول ان الدنيا دلوقتي لا طبعا، كلها لا طبعا. في قلق حاجات جامد. تقلق يعني. تقولي ايه النهارده يا دره لمحمد بوعزيزي، وهو يعني قوم ثوره تونس، وهو طبعا الشاب اللي حرق نفسه، يعني زي خالد سعيد تقريبا عندنا هنا. تقولي ايه النهارده بعد الثوره؟ يعني لو هقول له حاجه لازم اقولها له بالتونسي اولا باللهجه التونسيه، يعني نقول له الله يرحمك، نقول لاهله وعائلته دم البوعزيزي ما مشاش حرام، وبالعكس يعني هو شهيد، وهو عايش في قلوبنا الكل، وعايش للشعب التونسي، وكان ما جاش هو راهو ما صارش اللي صار في تونس وفي الدول العربيه كلها. فانا يعني نحس اللي عائلته اكيد فخورين بيه، والله يرحمه هو وكل الشهداء، وخالد سعيد برضو، لانه ساعتها ما كانش هو، يعني الناس دي لما عملت كده او لما راحت يعني ماتت، ما كانتش عارفه ايه اللي هيحصل بعد كده، هم ضحوا بنفسهم وخلاص. فراحوا نتيجه ظلم وقهر. اللي حصل بعد كده دليل انه ان هم ما ماتوش فعلا، هم لسه موجودين طبعا، وهيفضلوا موجودين على طول، لان التاريخ ما بينساش. انت عارفه يا دره دلوقتي اما بيحصل اي حاجات طبعا سلبيه جدا في المجتمع، فتلاقي الناس دايما يا جماعه حرام عليكم، ده راح شهداء، ما تعملوش كده، ما تعملوش كده في البلد، افتكروا الوقت ده، افتكروا الناس اللي راحت. يعني البلطجه والشماته وقله الادب والاستهتار الفتره اللي فيها قلق طبعا لكل